المكافآت تنتظر نجوم الأهلي بعد التتويج بكأس مصر على حساب الزمالك. يجهز مسؤولو النادي الأهلي مكافآت خاصة لصرفها للاعبي الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك بهدفين دون رد سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشت في المباراة التي أقيمت في ملعب الأول بارك بالسعودية. وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا في تحقيق اللقب للمرة 39 في تاريخ القلعة الحمراء، والثانية على التوالي على حساب الغريم التقليدي الزمالك، لا سيما بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه للاعبون رغم توالى المشاركات المحلية والأفريقية الفترة الأخيرة. وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، لا سيما بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 950 ألف دولار مكافأة التتويج بلقب كأس مصر عقب الفوز على الزمالك، فضلا عن 50 ألف دولار لصالح إمام عاشور بعد حصده لقب أفضل لاعب في اللقاء، ليصبح إجمالي الجوائز $1,000,000. وحصل الأهلي على كأس من الذهب الخالص بعد فوزه باللقب كهدية خاصة بحسب اللجنة المنظمة، في جائزة تم الإعلان عنها لأول مرة.